يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة صار الليل، يا ابو تلاتة صار الليل، يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة صار الليل، يا ابو تلاتة صار الليل، يا ابو تلاتة. المهم يا بيه، جاتني خاطرة يعني وانا واقف بفكر كده، افتكرت مقولة سعودية بتقول: وبنزيما وينه كسرنا عينه، بنزيما وينه كسرنا عينه. مقولة سعودية شهيرة يعني، بس هي ما كانتش بنزيما بصراحة، كانت ميسي. ولكن عزيزي المشاهد كله محصل بعضه، ميسي زي بنزيما زي رونالدو زي هالاند زي اللي جاي يجي، زي اللي جاي يجي. الاهلي مش شايف حد، العو جه العو حضر، جاي كلكو نفر نفر. ده مش من باريس، ده مش سلام، ده اصلا خطر على البشر. عشان تبقى فاهم يعني، عشان تبقى فاهم، الرجاله عملت الجلاشه مع الدوري الانجليزي. منتخب الدوري الانجليزي جاي بيلعب الاهلي، الاهلي اداله على عينه 3 وصار الليل، يا ابو 3 يا ابو 3 يا ابو 3. كارثه، كارثه بكل المقاييس. انا كمشجع زملكاوي الاهلي ده هيجيب لي جلطه في يوم من الايام. كل ما هو غير متوقع، كل ما هو مش في السيناريوهات، كل ما هو مش معمول حسابه، كل ما هو غريب، كل ما هو عينك تشوفه تقول استحالة، ازاي ده حصل؟ ولكن بيحصل، ولكن بيحصل. عزيزي المشاهد، الاهلي كان بيلاعب نخبة النخبة في الدوري الانجليزي، جابوهم كده قاموا جايين حطوا دوري انجليزي ايه وبنزيما في الانجليزي. المهم يعني، يعني رجالة الدوريات الخمسة الكبرى، وفابينيو وكانتي وبنزيما وجوتا، وليلة ليلة ليلة عزيزي المشاهد، منتخب 5 دوريات الكبرى كان بيلعب النادي الاهلي وقدر يكسبه 3 عزيزي المشاهد. هتقول لي مودست اتطرد بعد 3 دقايق، ايه الخيابه دي؟ اقول لك انت اللي خايب يعني، سايب كل ده وبتتكلم في طرد مودست اللي اصلا مش طرد، وبتقول عليه انه طرد. تصدق وتؤمن بالله انك بني ادم فاشل، ما عندكش ريحه الدم يا فاشل. عزيزي المشاهد، الاهلي يخرق. تقول لي يعني ايه يخرق؟ اقول لك يخرق، خرقان، خروقه، يخرق المنطق حرفيا. وقدر ان هو يكسب الاتحاد. تقول لي لا ما تافورش، اقول لك لا بس سيبني افور، سيبني. في تاريخ مواجهات الاهلي والاتحاد ايه؟ الاتحاد كان يعني عامل الصح وزياده، ولكن عزيزي المشاهد المره دي كانت مختلفه. المره دي كانت بطعم طعميه. قبل المباراه جماهير الاتحاد قالت لك 1 2 الطعميه راحت فين؟ عرفتوا الطعميه راحت فين؟ اخش اجيب لك قرطاس الطعميه من جوه، اخش اجيبهولك. ويا ابو 3 يا ابو 3 صار الليل، يا ابو 3 يا ابو 3 يا ابو 3 صار الليل، يا ابو 3. المهم يعني عزيزي المشاهد، كارثه بكل المقاييس. ولكن خلينا الاول نقول وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه دي يا فندم. يا كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده، عايزين نوصله ل 10000 لايك. انا مفتري انا عارف، ولكن 10000 مش كتير على الاهلي. وريني فرحتك بالفوز عامله ازاي، وريني ال 10000 وهم بيزرغطوا في اول ساعه. يلا بقى خلينا نرجع اقوى من الاول، يلا بقى خلينا ننزل كل يوم فيديو، يلا بقى خلينا نفرح ونتبسط. الله، ده انا فرحان لك موت، ده انا فرحان لك قد الدنيا بحالها، انا فرحان لك قد البحر وسمكاته. عزيزي الاهلاوي هتقولي لا انت فرحان عشان احنا خدنا حقك كمصري. اقول لك الاتنين والله، الاتنين. هما مش قالوا علينا طعميه؟ يا لهوي على الاهلي وهو بيلتهم الكبسه يا ولاد، يا لهوي على الاهلي وهو بيلتهم الكبسه. 3 ثواني كبسه، 3 ثواني كبسه امام قرطاس طعميه واحد من ابو جنيده. المهم الاهلي فظيع، الاهلي الفريق الوحيد اللي تلاقي كل فرق العالم تقول لك ايه الفريق مثلا فلان الفلاني هيلعب قدام كذا ولكن هيبقى عليه ضغط كبير قوي فهتلاقيه متوتر، الا الاهلي. اول ما يقولوا ان الاهلي عليه ضغط كبير قوي، اعرف انه نازل يطرقع عليه المنافس وياخده ورا مصنع الكراسي وهاتك يا دعك ويدوله 30 قلم على قفاه ويرجع تاني. اعرف ان الاهلي طول ما هو عليه ضغط هيقدم لك احسن مستوياته. الاهلي اهلي كبار. ممكن تلاقي الاهلي بيخسر من غزل المحل عادي، بس في مباراه في كاس العالم للانديه عليها نوش، لا ما خسرهاش، ما يصحش.
مش بتاعتي. وده يرجعنا يا احنا فقراء قوي في الزمالك يا اولاد. احنا عندنا الدنيا سايحه قوي عندنا في الزمالك، ولكن يلا عديها الناس لبعضيها. المهم عزيزي المشاهد عزيزي المستمع، ابتدت المباراه بضربه جزاء. طبعا ما ابتدأتش بضربه الجزاء، ابتدت بفرض سيطره غريب للنادي الاهلي، غير التوقعات تماما. انت لقيت النادي الاهلي مش بيدافع، لا انت لقيت النادي الاهلي معاك كرة ومستحوذ. انت لقيت النادي الاهلي ماسك كرة وبيسلم وبيستلم وبيبني هجمه من تحت وبيوصل الكرة لقدام، وضربه جزاء وكهربا بيتشنج وليله، وتتحسب ضربه الجزاء ويخش علي معلول ويتمطع ويشوطها ببطن رجله في قلب نص الجول، علشان علي معلول يجيب الجول الاول. عزيزي المشاهد، علشان هوبا تيكي تاكا هوبا لالا بيبي، تلاقي ضربة جزاء للاتحاد من كورة حجازي زائق فيها عبد المنعم اصلا، وجايه في ايده، وعبد المنعم مدي ظهره للكورة ومش شايف اصلا. يعني اعتقد ان فيها كلام، يعني ما بقولكش انها مش ضربة جزاء، ولكن انا اعتقد ان فيها كلام كتير جدا كمان. ولكن عزيزي المشاهد تجد انها اتحسبت ضربة جزاء. والله العظيم انا قلت دي بتاعت الشناوي. هل يتألق الشناوي؟ حتى قلتها كده، هل يتألق الشناوي؟ سوف يتألق الشناوي. وتألق الشناوي وصدها الشناوي من مين؟ من كريم بنزيما. البالون دور ما جابتهاش ومعلول جابها. البالون دور الكام مليون دولار ما جابوهاش ومعلول جابها. اسرع دليفري في مصر جابها عزيزي المشاهد. علول له 7000 سنة حضارة مع النادي الأهلي، علي معلول جابها. محمد هاني عمل ماتش ولا أروع. مروان عطية إيه الجمال ده؟ كهربا إيه الحلاوة دي؟ إمام عاشور إيه الدلال ده؟ إيه يا راجل أنت ده؟ إيه اللي أنت عامله ده؟ مش عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده؟ إيه ده؟ إيه الأهلي الجميل قوي ده؟ إيه الأهلي الفظيع جدا ده؟ ده مش طبيعي، ده مش طبيعي. أنا ممكن أتفرج على الأهلي ده كل يوم وما ملش، وانا مش اهلاوي، ما بالك بالاهلاويين، ما بالك بيهم. ايه يا راجل انت ده؟ ايه يا عم كولر ده؟ بسم الله ما شاء الله. انا بقى بمسك الخشب، مش همسك حازم امام، انا همسك ابو تريكه. خشب اهو حبيبي يا تريكه. عزيزي المشاهد، النادي الاهلي قدم لنا ملحمه كرويه امام الاتحاد السعودي، قدر يكسبوا فيها 3-1 بعد مجامله تحكيميه، بعد طرد موديست. قدر كريم بنزيما الحاج كيمو قدر ان هو يجيب جون، مع العلم ان حجازي شايل له جون من على خط، يعني الماتش ده يخلص يعدي ال3، الماتش ده فيه. ولكن عزيزي المشاهد اكتفى النادي الاهلي بال3 اهداف اللي احرزوا. كهربا اسيستات وضربة جزاء وامام عاشور جول. ليله كبيره قوي. الاهلي ده مش طبيعي، خارق لكل التوقعات. نرجع لبوينت اتكلمنا عليها في اول الفيديو، وهي الضغط لما بيبقى على النادي الاهلي في مباريات كبيره زي دي حاجه ما تقلقكش على الاهلي خالص، دي حاجه تطمنك منتهى الطمأنينه. هو مش جماهير السعوديه والاتحاد اللي قعدوا يهتفوا 1-2 الطعميه راحت فين؟ عرفت الطعميه راحت فين؟ اجي اجيبها لك منها. عرفت الطعميه راحت فين؟ شفت الطعميه وهي ملهلبه؟ شفتها وهي بتقضي على الكبسه؟ يا جماعه انا بعشق السعوديين، بعشق خفه دم السعوديين وهزارهم وجدعنتهم ورجولتهم، واهل السعوديه فرد وكفايه انها الارض الطهر. والله العظيم عشق ليهم لا يوصف. هل ده يعني عشان انا فرحان ان الاهلي كسب عشان انا راجل مصري؟ هل كده انا يعني ما بحبش السعوديه؟ لا والله العظيم، ده في بلد فيها بيت الله، يعني ده الواحد يتمنى يعني يروحها، الواحد يتمنى يعدي من جنبها. فده ملوش علاقه، شعب السعوديه واهلها فوق راسي. احنا بنتكلم دلوقتي كوره لكوره وهتافات جماهير لجماهير. بنتكلم عن هتافات الاتحاد لما هتف للاهلي 1-2 الطعميه راحت فين؟ بعد ما كسبوا اوكلاند سيتي 3، يعني شالوا نفس ال3 بتاعت اوكلاند، نفس ال3 وحياتك، يعني لا قلم ناقص ولا قلم زايد، هم ال3، هو الخازوق المغري. فيعني يا عيني يا كيمو. كريم بنزيما قبل المباراه قال لك احنا لعبنا اذا ريال مدريد، واحنا وانا كنت في ريال مدريد، لعبنا النادي الاهلي قبل كده، وده نادي كبير يجب احترامه،
وكانتي قال لك لن تكون مباراة سهلة. مباراة سهلة ولكن كان في نبحة ان احنا صاعدين لنص نهائي من بنزيما وكانتي، ولكن اديك شفت كانتي عندك اللي هو قلبي عندك، يعني افيهات وحشة قوي ولكن الموقف يسمح لي. عزيزي المشاهد لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهارده. لو انت راجل اهلاوي وفرحان للاهلي انه كسب، وصل بقى الفيديو ده ل 10000 لايك، زرار اللايك تحته دوسه، ادعسوا 3 مرات. عزيزي المشاهد كان معكم محمد الجرحي، ما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين. تصبحوا على ألف خير.